دلوقتي هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو، لاعب لسه صغير في السن، لاعب بيلعب جناح يمين مكان محمد صلاح. طب انت دلوقتي ما عندكش يعني عتاب للكابتن محمد حسام حسن، انت ما عندكش بديل لمحمد صلاح تعتمد عليه لو محمد صلاح خرج او انصاب او اي حاجه من دي. طب ما هو اللاعب ده جاهز اهو، وكان مقدم ماتش قدام ريال مدريد جميل، وبيلعب هو في الدوري الاسباني يعني من الدوريات الكبرى، والاداؤه كويس، يعني اداؤه احنا شفناه، لا اداؤه كويس جدا. فليه ما تكلموش يعني؟ حتى بص عليه وهو بيلعب، يمكن يعجبك اداؤه، يمكن تحتاجه. يعني بديل كويس، والواد لاعب كويس جدا، ستايل جامد قوي. فليه ما نعتمدش عليه في منتخب مصر؟ وهو قال لك انا عايز العب لمنتخب مصر، ليه بقى ما نعتمدش عليه؟ لاعب جامد، اقسم بالله لاعب جامد قوي. فلاعب هيفيدنا كتير مكان محمد صلاح، لان انت الجبهه دي عندك فيها ضعف، لان هو ما فيش الا محمد صلاح بس. فده هيبقى بديل. وبعد كده فهيبقى بديل، وبعد كده الواد ده لسه صغير فهيديك مسافه طويله، فاعتمد عليه. زي منتخب السنغال كده، كانوا بيدخلوا عناصر شباب مع العناصر الاساسيه عشان تبقى ايه، ينسجموا مع بعض، وبعد كده يقدروا يبنوا عليهم الفريق. ده هنا بقى ده البص للمستقبل، اللي احنا مش من همنا البطوله دي وخلاص، لا احنا عايزين نبني لقدام. فده انا بالنسبه لي ده شايف الصح. قول لي انت بقى في الكومنتات، هل كابتن حسام حسن هيقدر يكمل في كاس العالم ويعمل مستويات حلوه، ولا هنخرج برضو كالعاده؟ مستني رايكم في الكومنتات، وسلام.